السلام عليكم. النهارده هقدم لكم اكله يعني قليل جدا ان احنا بنعملها ونادر ما الناس بتعملها وبتفتكرها، وهي اكله قديمه قوي 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 وجميله جدا وبسيطه ومش مكلفه للغايه، وفي نفس الوقت بصراحه بتفتح النفس على الاكل. الكزبريه او الفوليه، في ناس بتقول كزبريه وناس بتقول فوليه. الاكله دي انا اتعلمتها من حماتي، كنت اول مره اكلها لما من ايديها هي كانت بتضيف عليها رز، فانا بين ان اضيف معلقه رز وبين ان لا، بفضل انا من غير رز. انا عملتها كده النهارده ومن غير رز، لكن اللي عايز يضيف عليها معلقه رز في الاخر مفيش مشكله. ممكن كمان تحطي فيها بيض مسلوق، بتسلقيه وبتروحوا جايه حاطاه في قلب الحله، وكل واحد بياخد طبقه بالبيضه بتاعته وطبق الفوليه بتاعه او الكزبريه ايا كان اسمها بالبيضه، بتبقى وجبه شامله متكامله. ان شاء الله دلوقتي هدخل على الخطوات وان شاء الله تحوز اعجابكم، وفعلا جربوها فعلا. وعلى فكره بتنفع فطار وبتنفع غدا، يعني انت لو عملتيها على الغدا النهارده واكلتوا منها وفاض منها طبق او حاجه تاني يوم بيتفطر بيه، هي وجبه فطار ووجبه غدا. وبعدين اهل شبرا بقى كلهم يعرفوها، انا مش من شبرا بس اهل شبرا كلهم يعرفوها، ودي اكله اساسيه عندهم ومش شطار قوي فيها، وانا اتعلمتها منهم. وان شاء الله دلوقتي ادخل على الخطوات وتبقى سهله وجميله، وهي فعلا سهله وجميله. ودلوقتي بقى بوريكم المكونات الكزبريه اللي اتكلمنا عليها وشفناها. هي عباره عن نص كيلو كزبريه، انا بالنسبه لي بعمل نص كيلو، انا بقسمها حلتين، حله بحط فيها شويه رز صغننين اللي بيحبها وحله من غير رز، فعشان كده عامله نص كيلو. حضرتك ممكن تعملي ربع كيلو، مش ماشي جدا، يدي كميه وفيره. حط عليهم نص كيلو طماطم متصلصه، او انت حضرتك تحطي ممكن كيلو الا ربع طماطم تضربيهم في الخلاط في حاله لو انت ما عندكيش طماطم متصلصه، وبصلتين حلوين. هي دي كل مقاديرها، وعمليه سهله جدا. بمجرد ما بعمل التسبيكه بحط الميه بتاعتي، بروح جايه بتغلي، بروح جايه حاطه الفول المدشوش وحققه بملح وكمون وفلفل اسمر وشطه، واخلص على كده. اللي هتحطي على الرز هتحطي معلقه رز، مش هتحطي خلاص. فدلوقتي هوريكم الخطوات ازاي، وهي سهله وجميله ومشهيه جدا، وكنت اول مره اكلها في حياتي، كان من ايد حماتي، وهي دي طريقه حماتي في العمايل، بس هي بتعملها بالرز، انا بقى بالنسبه لي بعملها من غير رز. وبتفكرنا طبعا بالاجداد والامهات، واحنا كلنا كبرنا لكن لسه بنفتكر امهاتنا وجداتنا وما بننساش اكلاتهم ابدا. ودي اكله يعني شعبيه من شبرا الحقيقه، يعني كمان حقيقي. ودلوقتي على البوتاجاز اروح اكمل بقى، هخرط البصل احطه عليه واوريكم الخطوات هعمل ايه. خرطت البصل دلوقتي وحطيته في الحله، واضيف عليه شويه زيت، خمس ست معالق سبع معالق، لان هي الفوليه طبعا بتحتاج تكون يعني زيتها وفير. ولما يتحمر هقلب فيه لغايه لما يتحمر، هحط عليه تسبيكه صلصه الطماطم اللي انا عاملاها، او الطماطم اللي حضرتك عاملاها تكون كيلو الا ربع طماطم، تكون طماطم وافيه كتير يعني ومحتاج طماطم، وهنحطها وهتتسبك، وفي الاخر اقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي انا هحمر في البصل. هنا البصله بسم الله ما شاء الله خلاص داخله على بدايه قليتها. هضيف بقى سكر وشويه حلوين، نص كوبايه، نص معلقه مليانه من السكر كبير اكتر شويه، وفلفل اسمر، وانا حاطه توم باودر. ممكن تحطي كمون بداله، بس انا بفضل دايما التوم باودر عن الكمون، واللي عندك حطيه، يعني لو ما عندكيش الحاجه دي التوم الباودر او الكمون يكفي، او فلفل اسمر مع السكر. لما بيتقلبوا شويه مع البصله بياخدوا طعم كده جميل، البصله بتاخد طعم جميل والتسبيكه بتبقى احلى. واحط دلوقتي الطماطم، البصله ما شاء الله احمرت وده المطلوب. الطماطم دي صلصه طبعا زي ما انتوا دي صلصه انا بعملها في البيت، تبقى في الخلاط. لو حضرتك عندك طماطم خلاص هتضربي الطماطم، خلاط الا ربع كبير كده طماطم، وهتحطي وهدي النار بقى يمكن 5 دقايق هتكون اتسبكت، لان هي اصلا الطماطم عندي متسبكه. واحط ساعتها العقد بتاعه الميه بتاعته، ولما تغلي وهتبله، ولما تغلي هحط الفول قدامكم. دلوقتي يمكن 3 دقايق اللي فاتوا بس على التسبيكه، هي كده بالنسبه لي كويسه. هحط بقى الميه قدر وفير
هكتفي بالقدر ده عشان احط الفول. اول لما يغلي ابتدي احط الفول، اغطي عليه ولما يغلي احط الفول واظبط الحيل. هنا بقى الميه غليت مع تسبيكه ريحتها جميله قوي قوي. هضيف الملح وهضيف، انا عندي بابريكا فهحط، يعني اللي عندك بتحطي، ما عندكيش اوكي مفيش مشكله. بحط شويه كده بيخلوا طعم الحاجه جميل. انا كمان مش بستخدم مرقه دجاج ابدا في الحاجه، فبحط كل حاجتي من الحاجات الطبيعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي الحقيقه كده مظبوط. هعلي وهحط بقى دقيق الفول وبغسله كويس جدا جدا جدا. بس انا يا جماعه قررت بقى ان انا مش هحط عليه بصراحه رز، لان الخطوه دي كده مش بحس انها جميله. لكن اللي بيحب يحط رز بقى يجي قبل ما يستوي الفول ب10 دقايق في نص سوا كده يحط معلقه كبيره رز، يا معلقه ونص ما يكترش، ويغلوا معاه ويدفي ويستوي يبقى كده اتعمل. انا قررت المره دي مش هحط رز بصراحه. طبعا هسيبه هنا بقى يستوي. طبعا لون الصوص دي بيتغير بيبقى بيحمر ويبقى شكلها جميل قوي قوي، والزيت بيطلع على الوش وبتبقى جميله جدا. هسيبها بقى تستوي وهتابعها وهغطي عليها وهتابعها واوريها لكم لما تستوي. بسم الله. دلوقتي انا زودتها على فكره لاخر الحله ميه تاني، لان هي الكزبريه لازم يبقى سوائلها كتير، لان لما بندفع عليها بتشرب السوائل دي، فبتملي الحله زي ما انا مليتها كده سوائل، ممكن اكتر كمان، يعني ممكن ازود كمان عشان انا غاليه اصلا. بس هي كده خلاص بقى يعتبر 3/4 سوا. بطفي انا عليها في اللحظه دي بقى، لان هي ما بتقعد بتستوي تاني. فانا كده وهي 80% من السوا بطفي عليها. ليه؟ لانها بعد كده بتستوي تاني بالزياده، مش عايزاها تتهري مني. ولو انت عايزه رز هتحطي ايه، معلقه رزك معلقتين بالكتير من قبل كده بشويه. دلوقتي انا هطفي عليها وهغرفها لكم وهتشوفوا انا غرفاها. وملحوظه اي ميه هتزودوها عليها هتكون الميه دي مغليه، ماشي؟ هتغلوها وبعدين تحطوها عليها، فمجرد ما تحطوها هتروحوا جايه غاليه معاها على طول وطافيين. هنا ابتدي اغرف لكم وهشوف قد ايه شكلها جميل، قد ايه موجبه اقتصاديه. ممكن على فكره تعملوا بيض مسلوق وبعد ما تسلقوه تحطوه فيها، بتبقى خطيره. وفي ناس بتقول عليها فوليه، يعني في ناس بتسميها كزبريه وناس بتسميها فوليه، ويجوز لها اسم كمان تاني انا معرفوش. يبقى احنا ممكن نحط عليها معلقه رز او معلقتين رز، وممكن نحط عليها بيض مسلوق، وممكن ناكلها ساده زي ما انا بحبها كده. اهو يا جماعه احط شويه فول كمان عشان تشوفوا شكل قد ايه الفول جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ريحتها جميله والطعم جميل، ورغيف محمص كده معاها او ملدن، وصحه وهنا عليكم يا رب، وناكلها كلنا يا رب صحه وهنا. اللهم امين، ويجعل ايامكم كلها سعاده وصحه وهنا، اللهم امين. واللقاء.